السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صلاح إلى الدوري السعودي أو نادي الاتحاد، هو ده الخبر المتصدر المشهد أكتر من 10 أيام. باقي يومين على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وإلى الآن محدش عارف صلاح جاي ولا لأ. على الرغم إن لسه محدش عارف إن صلاح جاي ولا لأ، لكن بمجرد إعلان الخبر على طول حصلت مناوشات بين الجمهور المصري والجمهور السعودي على السوشيال ميديا. الجمهور السعودي بيقول ان احنا عايزين محمد صلاح علشان هنشارك في كاس العالم للانديه، وكمان عندنا طموح ان احنا ناخد كاس العالم للانديه، خاصه ان هي بتتلعب على اراضي السعوديه. والجمهور المصري بيقول تكفى يا صلاح، ما تجيش، خليك في اوروبا. ومن هنا حدثت المشكله. ايه هي المشكله؟ بدات جماهير السعوديه تقول ان احنا حقودين وعندنا غل ومش حابين المملكه العربيه السعوديه و لكن للاسف الكلام ده فعلا عاري تماما من الصحه. عايز تعرف قيمة السعودية في للمصريين؟ ارجع لكأس العالم 2022 في قطر. كنا بنتفرج على المنتخب السعودي على القهاوي والساحات ومراكز الشباب، أكن منتخب مصر اللي بيلعب، وفخورين وفرحانين بالطفرة الرياضية اللي موجودة في المنتخب السعودي أو في الدوري السعودي بصفة عامة. يبقى دي حاجة بعيدة خالص عن كل الحقد. ولكن هي الفكرة كلها في إيه؟ الفكرة كلها يا جماعة إن إحنا ما عندناش إلا محمد صلاح واحد. يا جماعة احنا مش متخيلين الدوري الانجليزي السبت الممتاز من غير محمد صلاح، مش متخيلين ليالي الابطال من غير محمد صلاح، رغم انه مش هيشارك السنة دي بس بأمر الله تعالى يقدر يشارك السنة الجاية. مش متخيلين اليوروبا ليج من غير محمد صلاح. يا جماعة محمد صلاح هو البونبوناية، هو حبة الكرز للمصريين في اوروبا. والله ان احنا قبل محمد صلاح كنا بنتمحك في اي لاعب ذو اصول مصريه. عندك كان رامي شعبان بيلعب في الارسنال من اصول مصريه سويديه، وعندك استيفان شعراوي كان بيلعب في ميلان وبرضه كان من اصول مصريه ايطاليه. فتخيل لما يجي واحد مننا، واحد بسيط زي حالاتنا، يلعب في اوروبا وعامل الانجاز اللي عامله ده كله وفخورين بيه، فاحنا حابين محمد صلاح. عايز اقول لك احنا حابين محمد صلاح سواء جه في الاتحاد او فضل في اوروبا، احنا معاه قلبا وقالبا. تمام. لكن لما تيجي انت تسالني تقول لي انت وجهه نظرك محمد صلاح يجي ولا لا، انا اقول لك بقى، انا بالنسبه لي محمد صلاح ما يجيش. ليه؟ ايه المانع اللي يمنع محمد صلاح ما يجيش الدوري السعودي؟ هل علشان الدوري الانجليزي من افضل الدوريات في العالم؟ هقول لك المملكه العربيه السعوديه ما قصرت وجابت لك افضل لاعبين على مستوى العالم. هل علشان الدوري الانجليزي يبث على جميع قنوات العالم؟ هقول لك برضو المملكه العربيه السعوديه ما قصرت، والدوري السعودي الان يبث على اكثر من 40 قناه على مستوى العالم. هل علشان ليالي الابطال؟ عايز اقول لك ان الدوري السعودي او الاتحاد السعودي قدم طلب مشاركه بعض الانديه في دوري ابطال اوروبا. طب هل علشان قيمه تعاقد محمد صلاح؟ لا يا سيدي، الاتحاد مقدم عرض لا يرفض ملياري لمحمد صلاح. بص يا جماعه، بص يا صلاح، مجايك السنه دي غير السنه الجايه. لما تيجي السنه دي هيتحط محمد صلاح جنب رونالدو، ماني، بنزيما، كانتي، ان هم احد رواد نهضه الدوري السعودي وانتقال الدوري السعودي الى المنصات العالميه. حاليا البدايه الدوري السعودي هو سادس اقوى دوريات على مستوى العالم من القيمه السوقيه، من القيمه السوقيه. ما بالك السنه الجايه ايه اللي هيحصل؟ فوجودك يا ابو صلاح حاليا افضل ما تيجي السنه اللي جايه. لما تيجي السنه اللي جايه يبقى زيك زي غيرك.